الدوري المصري رجع يا جماعة، ورجع معاه كل حاجة، يعني جدل تحكيمي هتلاقي، أهداف عالمية هتلاقي. الزمالك بيبدأ الموسم بتعادل صادم وريمونتادا أهلاوية مجنونة بعد التأخر بهدفين. بيراميدز بيكتسح غزل المحلة بثلاثية وبيظهر العين الحمراء من أول مباراة، وفريق القناة الصاعد بيعمل مفاجأة وبيكسب سيراميكا 2-1 ب10 لعيبة وفي عقر داره. يعني لو فاكر الجولة الأولى كانت هادية فأنت غلطان. خلينا نشوف ايه اللي حصل في أول جولة من الدوري المصري الموسم الحالي. ونبدا من عند الزمالك حامل اللقب اللي بدا الموسم بتعادل مخيب جدا 0-0 امام الاتحاد السكندري. الزمالك اللي ظهر بشكل باهت جدا امام الاتحاد السكندري. الحقيقه الزمالك كان محتاج يظهر باداء اقوى من كده بكتير، لكن في النهايه خرج بنقطه وباداء مش افضل حاجه. صحيح في ظروف صعبه بيمر فيها الزمالك من قفل القيد وكمان رحيل حسام عبد المجيد، غياب بتزيره اللي ما يعرفوش هو فين لحد دلوقتي، لكن واضح جدا الحقيقه ان تاخير المعسكر كان هو ليه التاثير السلبي الاكبر على المستوى البدني لعيبه الزمالك، وده كان واضح جدا في اول مباراه. المستوى البدني كان سيء جدا لعيبه الزمالك في نهايه المباراه، حرفيا مش قادره تشيل رجلها من على الارض. كمان في وجود السكواد الحالي اللي ما عندوش اي عمق، فده هيكون صعب جدا جدا على الزمالك، والزمالك هياخد وقت قبل ما يدخل في شكل المنافسه. طبعا ده مش معناه ان الزمالك خرج من سباق الدوري، لكن البدايه الحقيقه تقلق وتخلي الجمهور يسال هل الزمالك فعلا قادر انه يحافظ على اللقب، خصوصا المنافسه هتكون شرسه جدا الموسم ده. المباراه فنيا ما كانش فيها حاجه قوي صراحه تتقال، لكن اخر نقطه عايز اتكلم فيها هو ناصر منسي. ناصر منسي محتاج يفوق بشكل سريع، خصوصا في غياب الحلول الهجوميه لنادي الزمالك. ناصر منسي عليه عامل ودور مهم جدا الفتره اللي جايه. يمكن افضل لعيبه اللي ظهرت في المباراه كان محمد شحاته وعمر جابر اللي فاز فعلا برجل المباراه. في النهايه الزمالك بيفقد نقطتين مهمين في بدايه الدوري. الزمالك عنده البنك الاهلي المباراه الجايه، خلينا نشوف ونتفرج ايه اللي ممكن يقدمه معتمد جمال المباراه اللي جايه يغير من شكل الزمالك. اما الاهلي فظهر بشكل كارثي الشوط الاول وتاخر بهدفين امام الشرقيه انبي اللي كان بادئ بدايه ممتازه جدا، وكمان اضاع ركله جزاء كان ممكن يبقوا 3-0 في شوط كان غريب وعجيب ومريب من النادي الاهلي اللي ظهر بشكل يعني كوميدي في الشوط الاول. كوارث من دفاع النادي الاهلي، دفاع سيء جدا جدا. الجزار وهذا رياض وكريم فؤاد يمكن كلهم تقريبا خط الدفاع كله كان وحش جدا الشوط الاول، لكن الاهلي بيقدر يرجع بريمونتادا ب3 اهداف بعد تاخره بهدفين. فبعد تقدم انبي بهدفين مقابل لا شيء يرجع مروان عطية بهدف عالمي خرافي، اجمل اهداف الجوله الاولى، يمكن واحد من افضل الاهداف في تاريخ الدوري المصري، شوطه بوش الرجل عالميه في سقف الجون. بعدها النادي الاهلي في الشوط الثاني حاول يرجع وظهر بشكل جيد جدا في الشوط الثاني، وبدات اللعيبه تركز مع نزول كمان التغييرات. قدر الاهلي يتحصل على ركله جزاء سجلها احمد سيد زيزو، كان تحصل عليها رجل المباراه اشرف بن شرقي، اللاعب اللي عمل مباراه كبيره جدا بالمناسبه، وبالنسبه لي هو الثاني افضل لاعب بعد مروان عطيه. يمكن الاثنين دول اللي ظهروا بشكل كويس جدا من لعيبه النادي الاهلي الحقيقه في المباراه. وفي الدقيقه 90 وبعد نزوله بدقائق محمد مجدي قفشه بيسجل هدف الفوز الغالي جدا للنادي الاهلي في بدايه مهمه جدا. قفشه بينقذ النادي الاهلي وبيسجل هدف باسيست خرافي من بن شديده اللاعب المغربي اللي عنده الابداع يا جماعه. هو دي اللعيبه اللي عندها اللمسه الابداعيه بسهوله جدا، السهل الممتنع بالكعب الرجل بيضرب دفاع الشرقيه انبي وبيقدر قفشه يسجل هدف الفوز. لكن الحقيقه عجبوني جدا الشرقيه انبي في طريقه لعبهم وطريقه تحركهم ونقلهم للكوره، وتحديدا اللاعب محمد عصام لاعب جامد جدا يا جماعه، سجل هدف وكان عامل خطوره جدا، كان عامل جبهه قويه جدا بالمناسبه على محمد هاني. اما عموته فده عليه علامه استفهام كبيره جدا على قناعاته غريبه جدا بالنسبه لي الحقيقه. يعني في حاجات تبقى بديهيات كوره، ازاي راجل زي ده بيلعب طاهر محمد طاهر اساسي النهارده، كمان كوكا ازاي اساسي، كريم فؤاد باك ليفت. في حاجات غريبه جدا في قناعاته الحقيقه مش فاهمها ولازم يتغيروا، والا الراجل ده مش هيطول في النادي الاهلي. كمان عدم مشاركه حسين الشحات من بدري رغم هبوط المستوى البدني لبن شرقي وزيزو، فبصراحه في حاجات مش مفهومه. لكن في النهايه استقبال هدفين في اول مباراه جرس انذار بدري قوي للنادي الاهلي. الاهلي عنده المباراه الجايه قصاد نادي زد، هنشوف حسين عموته يقدر يتعامل ازاي مع المباراه والقناعات دي هتتغير ولا لا، كل ده يظهر المباراه اللي جايه. اما بيراميدز فاكتر فريق ظهر بشكل قوي ومقنع قوي الحقيقه، رغم انه واجه المحله خارج ملعبه في ملعب المحله وده من الملاعب الصعبه، لكنه قدر يفوز بسهوله جدا وبثلاثيه نظيفه وباداء مقنع جدا. 3 اهداف شباك نظيفه، يعني تقدر تقول اداء خرافي في بدايه الموسم، قدر يتصدر بيه جدول الترتيب بفارق الاهداف. ورغم عدم امتلاك بيراميدز لمهاجم حقيقي مقنع، لكنه عنده سكواد قوي جدا وسكواد في عمق كبير جدا الحقيقه. الشيبي ظهر بشكل قوي جدا، كذلك ناصر ماهر، عوده الفخور يا جماعه، الحته دي تقيله قوي، لعيب كبير
كبير جدا ومكسب كبير جدا لبيراميدز. زلاكا كمان عبد القادر اللي قدروا يجيبوه، مهند، معظم اللعيبه ظهر بشكل مميز قوي ومقنع جدا جدا. بدايه قويه جدا لمكوينه مع بيراميدز في المنافسه على اللقب الموسم ده، وبصراحه بيراميدز هيكون منافس شرس جدا على اللقب الموسم الحالي. بيراميدز عنده المباراه الجايه قدام سماد ابو قير اللي بالمناسبه ظهر في الجوله الاولى بشكل كويس وقدر يفوز على البنك الاهلي، فهنشوف هيقدر يلعب ازاي المباراه دي، خصوصا انها هتكون في ملعبه ملعب الدفاع الجوي، فهنشوف مكوينه يقدر يتعامل ازاي مع المباراه. اما عن اكبر مفاجات الجوله الاولى فكانت من نصيب القناه الصعد حديثا للدوري الممتاز، فبعد تاخره بهدف وانطرد منه لاعب قدام سيراميكا كليوباترا قدر يرجع بهدفين، فالحقيقه كل التحيه للنادي ده، الحقيقه بدايه مبشره جدا يستحق كل التحيه عليها، فمش من السهل ابدا ان كونك مطرود منك لاعب تقدر ترجع بهدفين وانت متاخر بهدف، فالحقيقه يعني حاجه كويسه جدا من نادي القناه. فهل القناه هيكون هو الحصان الاسود في الموسم ده؟ لسه بدري طبعا عشان نحكم، لكن البدايه بتقول ان الفريق مش داخل الدوري عشان يكمل عدد، لا الفريق ده داخل الدوري عشان يظهر بشكل كويس جدا زي ما عمل وادي دجله الموسم الماضي. اما عن بقيه النتائج فوادي دجله بيتعادل مع زد سلبيا 0-0، ابو قير بيفوز بهدف نظيف على حساب البنك الاهلي في مفاجاه كبيره، طلائع الجيش بيفوز بهدف نظيف على المقاولون العرب، المصري بيفوز على سموحه 1-0، بترول اسيوط بيتعادل 1-1 مع بتروجيت السويس، مباراه كانت جيده وممتعه، الجونه بيتعادل مع مودرن سبورت 1-1. مجملا في الجوله الاولى 10 مباريات 6 انتصارات و4 تعادلات، تم تسجيل 18 هدف. جوله وضحت لينا بشكل كبير ان الموسم ده مش هيكون سهل على اي حد تماما، وان المنافسه هتكون قريبه جدا ما بين كل الفرق. مستني اسمع رايك يا صديقي في الكومنتات، شايف مين افضل لاعب في الجوله الاولى، ومين اكتر فريق عجبك، ومين اكتر مدرب عجبك في الجوله الاولى. وبس كده يا صديقي الكوير، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتتابعني الفتره الجايه عشان عندنا فيديوهات كتير جدا وهتعجبك جدا جدا، فخليك متابعني وسلام.